صباح السعادة. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي أفنان أيمن. لو أول مرة تشوفي قناتي أهلا وسهلا بيكي، اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصل لكم إشعار بوصفاتي الجديدة. وصفتنا النهاردة أسهل وأسرع طريقة للهوت شوكليت من الألف للياء. هنبدأ الفيديو بالطريقة وهسيب لكم المقادير مكتوبة في صندوق الوصف. هجهز بولة عميقة ومصفى. كل المكونات اللي هنستخدمها لازم ننخلها قبل ما نستخدمها. هضيف 1.5 كوباية من الحليب البودر، وعليهم نص كوباية كاكاو خام غير محلى. هنخل الحليب والكاكاو كويس جدا بالمصفى او بمنخل، واتخلص من التكتلات اللي بتكون موجودة في الحليب او في الكاكاو علشان ما تبوظش الوصفة معايا. واضيف 3 معالق كبار نشا، ال3 مكونات دول هقلبهم مع بعض كويس الاول، واضيف نص كوباية شوكولاتة مبشورة ونص كوباية سكر وهقلب المكونات مع بعض. وبكده بودرة الهوت شوكليت بقت جاهزة معانا. هضيف الهوت شوكليت لعلبة او برطمان واحفظها في التلاجة بمكونات بسيطة جدا وكمان متوفرة عندنا في البيت. هتعملي كمية كبيرة جدا وهتوفر معاكي كتير، وكمان احنا في البرد وبنحتاج دايما يكون موجودة عندنا مشروبات دافية. طيب ليه نشتريها من بره واحنا ممكن نعملها في البيت؟ هتوفر معاكي كتير جدا، وكمان اكياس الهوت شوكليت بتبقى غالية. هنجهز بقى مشروب الهوت شوكليت. معايا 2 كوباية حليب. كوباية الحليب هضيف ليها 1.5 معلقة من بودرة الهوت شوكليت. الكوبايتين اللي معايا هستخدم ليهم 3 معالق. الحليب يبقى بدرجة حرارة المطبخ، ما يبقاش سخن علشان النشا والكاكاو ما يعملش معاكي تكتلات. هقلب البودرة مع الحليب لحد ما تدوب تماما، وبعدين ارفع الحليب على النار واستمر في التقليب. وما ترفعيش درجة الحرارة، خلي درجة الحرارة وسط. لو عايزة الهوت شوكليت اتقل من كده هتضيفي 1 معلقة صغيرة نشا على 2 كوباية الحليب. ولو هتضيفي نشا هتدوبيها الاول في 1/4 كوباية حليب بدرجة حرارة المطبخ، وبعدين تضيفيها للهوت شوكليت. بس هو القوام بتاعه كده مناسب جدا. وهضيف قطع شوكولاتة جالاكسي او كادبري المتاحة عندك، وتقدري تستغني عن الخطوة دي تماما. بس الشوكولاتة بتدي طعم حلو. وهستمر في التقليب لحد ما يبدأ في الغليان بالشكل ده. وبكده الهوت شوكولات جاهز معانا. هرفعه من على النار. هضيف الهوت شوكولات للكوبايات وبألف هنا. وهنا بقى هتضيفي لمساتك الخاصة. انا ضفت شوكولاتة مبشورة ومارشميلو، وممكن تضيفي على الوش كريمة او شوكولات شيبس. وان شاء الله الفيديو اللي بعد ده هنزل طريقة عمل شوكولات شيبس، وهسيب ليكم في صندوق الوصف رابط طريقة عمل
رغوة الكابتشينو. يعني خلاص احنا مش هنشتري حاجة من برا. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى من قلبي يكون عجبكم. استنوني في فيديو جديد، وصفة جديدة. وصفاتنا الشتوية لسه ما خلصتش. دمتم في رعاية الله.